جينزي. مين هو كبير العيلة؟ كبير العيلة اللي بيفكر ويدبر ويهون ويجمع. كبير العيلة زمان في العائلات لما كانوا يقولوا كبير العيلة كانوا يقولوها بخشوع واحترام، مش خوف، ده حب واحترام، لأنه لا غني ولا صوته عالي ولا قليل الأدب ولا بيلوم ولا بيعاتب. كبير العيلة ما يطلبش، يدي بس. هو اللي يعرف يحط الكلمة في مكانها الصح ويعرف إمتى يسكت. هو اللي يسمع الشكوى من الصغير قبل الكبير. هو اللي بيحس باللي ساكت واللي ما بيتصلش واللي ما بيتكلمش، ويطبطب من غير ما حد يطلب منه. اللي يلم حوالين أكلة واحدة وفي قعدة واحدة. اللي لو اتخانقوا على ورث ما يسيبهمش يناموا إلا وهم متصالحين، مش يقعدوا سنين وهم متخاصمين. بابه مفتوح طول الوقت للصغير والكبير والفقير والمحتاج قبل الغني. تقدر تقول عليه باب حنية وكرم وحكمة اللي ما بقتش موجودة أصلا في الزمن ده. ولو رحت واشتكيت له يقولك خلاص سيبها عليا، هتتدبر. أقولك تعمل إيه؟ اديني بس فرصة لبكرة وأنا هرجع لك تاني. هو ظهر للي ملوش ظهر، هو سند للي ملوش سند. اللي ما كانش عنده كبير عيلة كانوا يقولوا له مثل كده وكلمة مشهورة قوي: اللي ملوش ظهر يشتري له ظهر، أو يعمل له ظهر، أو يجيب له ظهر. وكانوا يقولوا اللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه. عشان كده كان دايما كل عيلة فيها حد هو كده، اتولد كده مخصوص لكده، الناس كلها متعشمة فيه، وهو نفسه عشمان في ربنا إنه يقدر يساعد الكل ويقف مع الكل من غير ما يفكر هو قادر مش قادر، هو تعبان، هو ما عندوش. كل اللي بيفكر فيه إن اللي ليه طلب واللي ليه مصلحة تنقض، والكل بيغيروا عليه وبيتخانقوا على قربهم منه عشان ينولوا جزء من حنيته وشرف القعدة معاه. بس مش هياخدوا أكتر من كده، لأن كبير العيلة زمان ما كانش ظالم، كان دايما في قلبه وعقله ميزان للعدل، ميزان يوزن بيه على قد ما يقدر، يوزن بيه كلامه وأفعاله ويوزن بيه ما بين الأطراف. كبير العيلة كان يكبر الكبير ويعز الصغير ويود المحتاج ويرجع على طول لربه. هو اللي ماسك ميزان عقله وقلبه، بيحكم بس العقل ورضا ربه. الزمن ده ما بقاش فيه كبير عيلة، بقى قليلين قوي، قليلين قوي والله. في ناس كتير، ناس كتير قوي، ستات وبنات وولاد صغيرين يمكن لسه في عمر الظهور محتاجين لكبير عيلة. احنا ما بقيناش بس محتاجين لكبير عيلة، احنا كمان محتاجين كبير للزمن ده كله يرجع الأمور في نصابها، ويقول للغلطان انت غلطان في وشه، ويقول للي على حق انا هجيب لك حقك، ويجبر بخاطر الضعيف والمحتاج. اللي عنده كبير عيلة يكتب لنا عنه، اللي عنده كبير عيلة يمسك فيه بإيديه واسنانه ويكتب لنا عنه ويحكي لنا. واللي ما عندوش يقول يا رب، واللي له رب ما يحتاجش كبير عيلة.